أشرفت عليه السيدة ثريا العامري كما قاعدين تراو تابلو غونت. عندنا من بعد العشية ينطلق معرض تجاري خاص باحترافيي جمعية نقل البلادي. المعرض هذا باش تشوفوا فيه مختلف المنتوجات التي تعنى بالكسكسي وغيره من مختلف الولايات. غدوة تنطلق المسابقات، أول المسابقات تبدأ في ماستر كلاس أكاديمي نهار 7 يتواصل المعرض نهار 7 ديسمبر. مسابقة جائزة لطيفة خيري للطهي التراثي أردناها باش تتقسم بين الفضاء ماستر كلاس في عنوان الطبخ وفي عنوان التراث. هنا عملنا خيمة تكتشفوها نهار 7 ديسمبر. جاو المتشاركين عندنا كما قلت لكم 6 شهور نمشوا للرجال نختاروا في الناس، وفرنا لهم امكانيات وتطراو بيديكم خاطر الناس من جهات لا تقدر على التنقل، لا تقدر على المصاريف، لا تقدر. احنا كأكاديمية نحطوهم في علاقه مع الناس اللي تشري من عندهم السلعه تولي عندهم الامكانيات، واحنا نعاونوهم باش يعرفوا بالمنتوج نتاعهم. هذا الكل يوم السبت 7 ديسمبر. يوم الاحد يتواصل المعرض التجاري هنا، توفى المسابقات، حفله واجواء هنا رائعه كما شفتوا، فضاء تراثي رائع دار الجدود. اخترنا في باب بنات قريب معناها للرواد، قريب ثقافيا في وسط المدينه العربي، حاجه معناها حبينا زاد نلقيو الضوء. فضاء هذا يتميز بعنصر الشافشيه من اللي بدا، حبينا زاد كما تراو العباد الاجانب لبسناهم الجبه والشاشيه، حبينا نوريو رواحنا، نوريو تونس، نوريو عمقنا، محلينا، بلادنا. برشا معطيات لميناها في اليوم الافتتاحي، ولكن كل يوم عندنا محاور شيقه وجميله جدا. المسابقات تتبعوها ان شاء الله، ويكون لنا لقاء في الاهم يوم اللي هو يوم 9 ديسمبر. اردناه يكون يوم يجمع كل شيء. عندنا العديد من الجوائز. أنا جائزة لطيفة خيري اللي باش نحكي عليها في شخصي هي 1000 دينار، 500 دينار و300 دينار يوم 7 ديسمبر 2024 بين ماستر كلاس أكاديمي ودار جدود. ثم 3 حاجات أنا شفتهم. ثم حاجة في الساحل يقولوا لها الشمتية، موجودة في الجدول. ذكرتها. ما سميتهمش الكل. على خاطر هامة. شوفي في الساحل تلقي الشمتية، في تونس تلقي الكفتة، وفي جربة ثم حاجة أنا والجربة يقولوا لها العصبان الكذاب، لكن هي علاش بدلوها عصبان كذاب؟ هي كانت عصبان الهجان، ما نعرفش علاش عصبان، لكن رجعنا نقول لها عصبان الكذاب. علاش؟ على خاطر ما تتكلفش، ياخذوا شويه من الكسكس. I have one question. First of all, thank you very much, and I'm so sorry that I couldn't understand everything what you talk about because it was really an English version of the article uploaded on ResearchGate. If you look for the name and the title, I will give them to you. Yeah, can you find them and download the article. Oh, thank you very much. I will read it for sure. But my question is there a special place on internet or even here, like a library, where you collecting this information? Because it's huge information. I never even hear about some of the things what you mentioned. For my own research, I upload everything I make as articles or conference presentations on my profiles in ResearchGate, Academia. There are many databases on which we can upload the references, the articles that we publish, so you can find it. I don't know for my colleagues. But did you plan to make some kind of publication? Yeah, just to have it in one place. The sir asked they are interested. مهتمين بنشر البحوث. It can, may I? Yes. What I'd like to ask is, where do you see the role of chefs? As a chef myself, where do you see the role of chefs in the Couscous Academy? I see it, my task, as I see it as a chef, is to promote my home, Wales in my case, our produce, our traditional dishes, but at the same time, I must look to the future and to see how I can develop and make sure that traditions don't die out, but at the same time developing dishes for the future, particularly with the young people in mind. And now I'm towards the end of my career,